وده واجهه الاتش بي اللي هو اللي وراي دي، اكبر محل تسوق في امريكا. دخلت الستور يا جماعه وعينكم ما تشوف الا النور، لان حياتك هتبقى في الاتش بي هنا، انت دايما هتيجي الاتش بي. هو والوال مارت اثنين، يعني هي اكبر اثنين منافسين لبعض. كل الحاجات بتاعت البيت، الاكل والشرب ومش عارف ايه، كلها تلاقيها موجوده جوا. فين زيت الزيتون بتاع لقاء الخميسي؟ عايز اشوفه فين. زيت زيتون اهو، حجم كبير $17. السكر ده فيه كام؟ 5 كيلو، 4 كيلو ونص. على كم سعره؟ على $7.88. الفرخه دي هي جاهزه ومستوي، $5.92. صلاة على النبي، تاكل على طول. السلام عليكم، وحشتوني والله، وحشتوني على الاخر. سامحوني على التاخير، بس والله كان عندي حاجات شغال عليه في البيت، تجهيز وتوضيبات، حاجات كده كنت لازم اعملها في البيت. والمعده اللي قلت لكم عليه المايك الرود دي، قلت عشان الجوده تتحسن والصوت يتحسن. يعني انا شغال على كله يعني. والله الفتره اللي فاتت دي كانت فتره صعبه شويه، وظروف الشغل ومش شغل، بس ان شاء الله احاول يعني انسق واظبط نفسي عشان ابقى متواصل دايما معاكم باذن الله. يعني دي كل القصه ان شاء الله. فالنهارده ان شاء الله انا هكمل معاكم كده، هنطلع مع بعض نتسوق شوي. راح اجيب شويه خضروات وكده، عشان معقول الدنيا غاليه في العالم كله. يلا نشوفوا امريكا برضو غاليه ولا لا، وان شاء الله الحلقه تعجبكم. يلا بينا. الفترة اللي فاتت برضه انتم كنتوا اكيد سامعين عن الاحداث اللي ما تحصل. يعني انا كنت هعمل فيديو صراحة عن تكساس والوضع في تكساس، بس الوضع تمام، ما فيش اي حاجة. هي مجرد دعاية انتخابية ما بين بايدن وما بين ترامب، واحنا ما نمشوا عادي وعايشين عادي. انا لاحظت يعني صراحة، يعني انا مش عايز بس ادخل اليوتيوب معاي في السكة دي، بس انا لما اتكلمت على الموضوع ده على تيك توك، ناس كتير من العرب هجمتنا وشتمتنا وغلطوا علينا، يعني مش عارف ليه. يعني يا جماعه، احنا لا سياسيين ولا دبلوماسيين ولا احنا قايدين امريكا، احنا مجرد ناس ربنا كتب لها انها تيجي البلد دي وتشتغل فيها وتاكل فيها عيش وتفتح بيوت في مصر وفي دول عربيه كتير فاتحه بيوت منها، يعني من العرب. فكان يعني كان هجوم حاد يعني من بعض الناس الحاقدين واللي قلوبها سودة، والله ما اعرف ليه. يعني شتايم وغلط، وانتوا عملاء وانتوا خوني. ابقى انا ربنا قسم لي وجيت البلد دي، يعني حاجه دي يعني شيء ربنا كتبه عليك. يعني كل حد فينا ليه خطوات لازم يمشيه. فمش عشان انا موجود في البلد دي واشتغل فيها او ربنا كتب لي فيها لقمه عشان ابقى خاين. لا طبعا، انا زي حال اي واحد عربي مغترب جاء البلد دي وربنا كتب له فيها. وانتم شايفين الاوضاع الدول العربيه، يعني كثير من الشباب نفسه يسافر، وكثير من الناس نفسها تسافر وتيجي امريكا هنا وتشتغل، لان الوضع بقي صعب في الدول العربيه، وكلكم ملاحظين غلاء الاسعار والبطاله، كل هذه مشاكل. فبعض الناس، انا مش عايز اقف عند الحته دي كتير، حقدت وشتمت. وانا يلا الواحد مصدق بعرضه عند ربنا، كله عند ربنا. وانقطاعي انا برضو، يعني انا مش منقطع عن اليوتيوب، بس كل ما فيها يعني انا حابب اقدم شيء تستفيد منه الناس. انا عملت الفيديو بتاع الهوم ديبوت المره اللي فاتت عشان اخواتي اللي جايين البلد هنا يبقوا عارفين يشتروا منين مستلزماتهم، وعشان الصنايعيه برضو تستفيد. فانا يعني احب اعمل فيديوهات يكون فيها فايده للمتابعين، بحيث المتابع لما يعمل لي لايك، لو لسه ما عملتش لايك اعمل لايك واعمل سبسكرايب للقناه. هبداها الاول بالمحل العربي، اروح اجيب منه عيش لان ما يقفل بدري شويه، يعني ممكن على الساعه 9 ما يقفل. والاتش بي اللي انا رايحه معروف، الاتش بي طبعا هنا بامريكا كل الخضار كل السلع فيه، ده ممتد للساعه 11. طبعا حلاوه العيش العربي خلص مع الاسف، لان انا جاي متاخر شوي، الساعه 12 اجي هنا اخذ الخبز. لازم تنظم وقتك جوه في امريكا وتعرف كل حاجه في مواعيد دي عشان تبقى كل التزاماتك معاك. وصلت الاتش بي اللي هو عملاق التسوق في امريكا، خضروات، فواكه، زيت، سكر، شاي. وده واجهه الاتش بي اللي هو اللي وراي دي، اكبر محل تسوق في امريكا، زي الوال مارت. يعني نخش المحل ونشوف الاسعار ونشوف الدنيا ونتسوق جوا الاتش بي. دخلت الستور يا جماعه وعينكم ما تشوف الا النور. يعني انا غلطان صراحه، المفروض في الويك اند ما اعملش تصوير في الويك اند. الستور متروس، بحاول على قد ما اقدر ان انا اوفر يعني استنى شويه ما اصورش، بس استنى لامتى اصور وخلاص، لان الستور مليان يعني من ويك اند. نبدوها بانواع الزيوت يا جماعه، كل الانواع موجوده هنا. عندك الزيت ده بكام؟
ده فيها حوالي 4 لتر بكام؟ 8 دولار 55 سنت. عندك برضو النوع دي ب 11 دولار. عندك النوعيه دي 5 دولار. فين زيت الزيتون بتاع لقاء الخميسي؟ عايز اشوفه فين. زيت زيتون اهو حجم كبير 17 دولار. السكر ده فيه كام؟ 5 كيلو 4 كيلو ونص. على كام سعره؟ على 7 دولار 88 سنت. كرتونة البيض دي 36 بيضة 7 دولار و18 سنت. اللبن ملك كام يا معلم؟ 3 دولار. ده ب 3 دولار 44 سنت. خاص بالاتش بي دي. جبنة دي ده 2 كيلو 2 كيلو وربع يعتبر 15 دولار 29 سنت. تعال نشوف الفراخ. الكيس دي بالصلاة على النبي ب 5 دولار. ده بس ارجول بس، يعني لو انت حابب وراك بس، لو انت راجل ما تحب الوراك زي حالاتي. 10 باوند يعني حوالي 10 باوند بكام يا معلم؟ 5 دولار 72 سنت. 7 دولار 7 دولار 86 سنت فرخه دي، وجاهزه يعني ما عليها غير الطيب على طول. عندك دي ب 7 دولار 25 سنت. وعندك صدور نوعيه ثاني شايف ب 8 دولار 52 سنت. انا زي ما قلت لكم اللحمه مش معجبه غير من المحل العربي، بس احب اوريكم الاسعار. هي دي بيف ب 13 دولار 77 سنت. دي 21 دولار 39 سنت. طبعا الاتش بي كبير يا جماعه، كبير مش هنقدر نلموه كله، مستحيل. ده فراخ جاهز لو انت مستعجل وفي عربيتك او شغال اوبر ولا حاجه وعايز تاكل على السريع. فرخه جاهزه يا معلم ب 7 دولار. هاي مطبوخه وجاهزه، طلعها من الفرن وتاخذها. وفي باربعه على حسب الحجم. 7 دولار 26 سنت. مستوي او جاهز. الفرخه دي هي جاهزه ومستوي 5 دولار 92 سنت. الصلاة على النبي، تاكل على طول. خشوا على الخضره عشان يبقى قطعنا المشوار. انا والله يا جماعه زي ما قلت لكم، يعني انا جاي اخذ اكل وحاجات، فقلت معي بالمره اصور لكم. طبعا كل هذه انواع الخضروات، خس ومخص وكزبره احنا بتكسس يا جماعه، واللي ما عملش لايك وشير يعمل لايك وشير، وما تنساش عشان الفايده تعم للغير. نحن في الاتش بي. بصوا يا جماعه لو برايس، شايفين ده بصل دولار 38 سنت الباوند. كيس بطاطس، كيس ده على كام؟ ده على دولارين 95 سنت. دولارين 95 سنت. وفي نوعيه ثاني ده بدولارين. شوف البصله يا راجل. طبعا ده تجاني بالمنكر، ربنا يحمينا منه. كل هذه مشروبات كحوليه، بس طبعا الحمد لله الواحد ماليش فيه، الحمد لله، اللهم لك الحمد. عصير كام يا معلم انت؟ كام دي؟ 3 دولار 94 سنت. لان حياتك هتبقى في الاتش بي هنا، انت دايما هتيجي الاتش بي، دايما هتتعود انك تجي الاتش بي. هو والوالمارت الاثنين يعني هي اكبر اثنين منافسين لبعض. كل الحاجات بتاعت البيت، الاكل والشرب ومش عارف ايه، كلها تلاقيها موجوده جوا. اكرمكم الله. كيس زبالي على حسب النوع والشكل 7 دولار 62 سنت. ورق تواليت 5 دولار. شايفين الكرتونه دي او العلبه دي او الستيكه دي ب 5 دولار 68 سنت. دي منظفات الغسيل ومش الغسيل. ده الكلور. تعالوا نشوف علبه الكلور دي على كام. دي على 6 دولار 67 سنت. كلور، احنا بنقول عليه كلور في مصر، هو كلور يعني. ده انا دايما بستخدمه في الغسيل، تايد بس سايل للغسالات. بكام دي؟ 19 دولار 64 سنت. ودي معطرات عشان الهدوم، يعني في المجفف كده تحط المعطر كده يطلع الهدوم ريحتها حلوه. كام دي؟ 15 دولار. تحطه في المجفف
زي نظام الحبوب يعني، بيدي الهدوم ريحه حلوه. وعندك نوع ثاني ورق، النوعيه دي ورق $6 بيديك كل الاختيارات هو. ودي اغذيه طبعا معلبه للاطفال، انا كنت اجيبها لدلايلا دايما دي شايفين فراوله وما اعرف شيء، بس انا صراحه ما اشجعهاش، الطازه احسن. $1 68 $1 88 سنت كله دي. ونوعيات ثانيه برضو بالشكل دي 93 سنت، ما مكملاش $1 للاطفال. مستحضرات التجميل بكل الوانها واشكالها وانواعها. كل الايل دي مستحضرات تجميل، احمر شفايف والكريمات والميك اب انا ما افهمش فيهم، بس كل هذه مستحضرات تجميل. هاي ثانك يو. عندكم الشامبوهات والحاجات دي بتاعت اي والله ما طلعتهاش الشامبوهات. والله بصوا يا جماعه الاتش بي ده قصه يعني، عشان تشتغل تصور فيه مش هتخلص مش هتخلص. وكده انا جولتي كانت في الاتش بي، وعبيت العربيه بتاعتي هاي زي ما انتم شايفين، واروح اشوف الليله دي تطلع كام علي. جاك الموت يا تارك الصلاه، وقت الحساب. رص يا معلم رص، رص يا معلم رص. كده خلصنا جولتنا في الاتش بي، وزي ما قلت لكم انا اخذتكم معي كده لان انا مشتاق لكم والله، وما احبش اغيب عنكم، وان شاء الله مش هنختفي عنكم تاني. وما تنسوش اللايك والشير عشان الفايده تعم للغير.